haddaba shaki wuxuun ku jirin qof kasta oo adduunka joogaa wuxuu raadiyaa sacaado ha iskhilaafsanaadaan dadka madaahibtooda acraaftooda iyo thaqaafadooduba laakiin hadafku waa hal waana talabu sacaada in la raadinayo sacaada rayrayn iyo farxad la raadinayo mu'min iyo kaafir qof baariya iyo qof faajira qof weyn iyo qof yar intuba waxay raadinayaan sacaada laakiin shaki waxaan ku jirin in badan oo ka mid yihiin inay dariiqa gafsan yihiin waana qilla qaliila in yar ayaa waafaqaysa oo waddada saxda ah helaysa waxaa suuragala qofku sacaadadii dhabta ahayd inuu waddada saaro cagta laakiin inxiraaf inuu ku dhaco oo uu ka tago waddadii oo sacaadadii iyo rayrayntii meel kale uu ka raadiyo oon jirin sacaadadu ma ku jirtaa xoolaha asacaada walmaal xoolaha ma ku jirtaa sacaadadu in la kulmiyo maal tiro badan la sameeyo guryo dheerdheer la dhiso adduun la ururiyo sacaadadu ma ku jirtaa in badan oo dadka ka mid yihii waxay u maleeyeen sacaadadu inay halkaa jirto laakiin xaqiiqo ma aha ee shaacirkii ayaa wuxuu yidhi nin gabayaa ah walastu ara sacaadata jamca maalin walaakina ataqiya huwa saciidu وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد ولست أرى السعادة جمع مال سعادة معها حول العروري ولكن التقي هو السعيد قفك تقي أيا السعيد هذا جملة القول وحوية معها قفك كل صاحب مال قفك استوى حول بدني سعيد معها in badan oo ka mid ah way rafaadsan yihiin shaki kuma jiro waa baraatiga aad aragteen dadka xoolaha badan ee dadka ka dhib badan yihiin waxay ku wareersan yihiin siday xoolaha u ururin lahaayeen waxay ku wareersan yihiin siday u xifdin lahaayeen waxay ku wareersan yihiin istithmaar iyo ganacsi say ugu samayn lahaayeen waxay ku wareersan yihiin sida ay خوفك iyo cabsidu ay u hayso inay timaado suuqu hal maalin inuu isbedelo sacaada alwahmiya waa qaybtan ka sheekaynay waa wax aan jirin oo dhalanteeda hadaba sacaada alhaqiqiya number 1 waa al-iimaan billahi wal amal salih inuu qofku allah rumaysan yahay subhanahu amal wanaagsan uu la yimaado الله بوحله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة سعيدة ولماذا تفسيرك ويفسران حياة طيبة حياة سعيدة وقفك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان والعمل الصالح إيمانك يعمل كوناكسا وحيكينا سعادة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير مؤمنك عجب أسقناتك قفك مؤمنك هدي إن أسابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أسابته الضراء صبر فكان خيرا له في كلتا الحالتين مؤمن كل بضع الريموت بعد دباتك ودعضه وكل صبره هدون معاه لنا وكل شكرنا إياه مرول بسعادة يا فرحة بوهيستا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحكيل جري كان يجد السعادة والراحة وحكيل يي في الصلاة مركو الصلاة كجر السعادة يا الراحة وقبلا هي جري وأكيد هي أقم الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة حديث الشيخ الألباني الصحيحي في صحيح أبي داود أقم الصلاة يا بلال بلال صلاة وأقم أرحنا بالصلاة يعني نور راحه نقلي يعني صلاة نعقم أنقله أن راحيصن رسولك صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هدي أرم بأي مرجسه أو أمور أي كسو تمادبا صلاة قلي جري حلقة سكودة جري مركز سكينة كيلي جري وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث كلا صحيحة يعني إيش هذا قبوسي هذا ماشي كو قبوسي لو حالة جاي
صلاة. ابن القيم رحمه الله أيها الأحبة يا وحي وحن مغلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورهيا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قالوا في رسالة أدونك جنة ليه جنة أدونك الروحين قلنا جنة آخرة ما قالوا سعادة وحالة لا ربطها أيها الأحبة الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. ذكر إلهي إلا بديه إيه القرآن كأقرس كيسة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قفك كجيد سيد ذكر إلهي إيه القرآن كان تعاسى إيه بؤس أيو كن وراضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سعادة وحالة لا يرينتا انشراح الصدر لابتا وقفك وانشراح درينتا إيو واسع الراح رب اشرح لي صدري وحالة لا اليقين. سعادة ربتا أنا ذاتك أهل إيمانك يا أهل الجنة أياهلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأخيرا أيها الأحباب وحاكم إذا قضبضوا أمهم سعادنا لقيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. إن إلهي اللي سؤلي سبحانه إن الله لما ينقله إن إلهي اللي بريه سبحانه وتعالى رسول كان الدعوين كيسا أدبع قبضنايا إن إلهي سبحانه وتعالى أوبري اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري رفر رسولك صلى الله عليه وسلم واصلح لي دنياي التي فيها معاش واصلح لي آخرة التي فيها معاد واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. مروال بالنشاط يفرن فرعوني إنا ثيالت وحيه روح كسيف يعني إنا كجرت. طيب ورسولك صلى الله عليه وسلم واجعل الموت راحة لي من كل شر. حكم إذا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. إنه إلهي سبحانه وتعالى كما قال سوء سعادة ونولاد أي الرين مروى البقلبي سوء طريب. ختاما أيها الأحبة نفتيذا يتينا والضمان كل المستمعين وحنوي رياه إنه سوق قارنو ركبك يقول هذا السعادة سيئا أولي مانو بسعادة الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.